السلام عليكم. بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، فقلت اصور فيديو نتكلم فيه مع بعض. وفي الاسبوعين دول او الشهر يعتبر اللي ما نزلتش فيه، كنت عايز اصور فيديو ما اتعملش قبل كده وما اتصورش قبل كده ومحدش اتكلم عنه، واطلعه بافضل حاجة. تمام. في الحاجات كويسة ان انا عايز اطلع بقى الفيديو بافضل كواليتي، ده كله. لكن الحقيقة مش هنوصل للحاجة دي، لان مش لازم تكون شخص مثالي في كل حاجة. عادي ممكن تصور فيديو بأي حاجة، تحط الكاميرا هتتكلم، بس سواء الفيديو حلو أو وحش، المهم ممكن حد يتفرج عليه ويعجبه عادي يعني. والحقيقة أنا كنت قرأت اقتباس قبل كده بقول الأخطاء ما هي إلا عشان نتعلم منها مش نتعاقب عليها. ف ايه يعني لما اصور فيديو مثلا يكون الاضاءة فيه مش كويسة، الصوت مش كويس، المكان عموما، فعادي تصور وبس. يعني انت اهم حاجة تبدأ وبس. والحقيقة بنحاول نكون كده، والحقيقة الواحد يكمل ويسعى في الحاجة اللي هو بيعملها. يعني انا بقالي فترة كبيرة بنزل فيديوهات. لسه مفيش فيديوهات بقى وصلت عدد كبير او بقى عندي سبسكرايب كتير. صحيح لسه، لو لسه ما عملتش سبسكرايب او لايك، انزل تحت اعمله. اهم حاجه تتكمل في الحاجه اللي انت بتعملها. يعني انا بكون مبسوط وانا بصور، بحب اتكلم قدام الكاميرا، ومش لازم اطلع كل حاجه بالشكل المثالي بتاعها. لكن اهم حاجه اصور وانزل فيديو. والحقيقه الواحد في البدايه بيكون فيه كومنتات كتير، سواء نقد او حد عجب المحتوى او ايا كان. المهم انت تكمل وتفرق بين النقد البناء والنقد الهدام. يعني ممكن واحد يكتب كومنت: اه والله أنا عايزك تستمر، عايزك تكمل، عايزك تحسن من نفسك، يقول لك لا انت المفروض تعمل كذا. ده النقد البناء. النقد الهدام ده اعمل له بلوك على طول. مفيش وقت يعني، ايه يعني الواحد يمشي عادي. فالحقيقة انك الواحد يكمل في الطريق اللي هو فيه. قرأت اقتباس برضو بيقول: إذا لم تستطيع الطيران فاركض، إذا لم تستطيع الركض فامشي، إذا لم تستطيع المشي فازحف، المهم أن تستمر في التحرك إلى الأمام. وده اللي أنا عايز أوصله. أهم حاجة تفضل ماشي. أهم حاجة تكمل في الحاجة اللي أنت بتعملها دي، حتى لو هتزحف، المهم تكمل وتسعى. شيء بشيء يذكر. الفيديو ده هيكون فيه لخبطة كتير. هيكون فيه كلام مثلا جاي من هنا على كلام من هنا على كلام معرفش من فين. لكن ده اصل الموضوع. اللي انا اهم حاجة اصور، اهم حاجة اطلع اللي انا عايز اعمله. قلت عايز اصور من بدري، معرفتش. عايز اطلعه بافضل حاجة، فليه لا، انا قلت اصور فيديو هتكلم فيه هتكلم فيه وعادي. يعني ممكن اتلخبط، ممكن اقول معرفش كلام من فين. اهم حاجة كنت اصور. وان شاء الله في فيديو قريب هينزل عن موضوع كلنا محتاجينه، ويا رب يكون كويس واستنوه. والحقيقة المكان ده عايز يتروق، فتعالوا نروقه مع بعض. مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. خلصنا الترويق الأوضة والمكتب. ف... أكيد انت أخدت بالكم أنا بصور بإيه، والإضاءة. يعني عندك ده وعندك، معرفش الشكل ده بس يا رب ما يوقع. فأهم حاجة تصور. أهم حاجة تحط الكاميرا قدامك وتصور عادي. يعني مش لازم يطلع بالشكل اللي هو البرفكشنزم. ف عندك برضو ورا كده هنا في الكاميرا، في ورا التليفون، في لمبة فوق. وهنا انا عامل بتاع عامل زي سوفت بوكس كده. ف عادي اهم حاجة تصور وبس.
اتمنى الفيديو يكون فيه حاجة مفيدة، او اتعلمنا منه اي حاجة. والخلاصة ان سواء بتصور او سواء بتعمل اي حاجة، مش لازم تطلع الحاجة بشكل المثالي. واهم حاجة انك تبدأ في الحاجة دي، وانك تستمر فيها، وتفرق بين النقد البناء والنقد الهدام. واتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب ولايك، اعمل تحت واكتب لنا يا الله. واكتب لنا انت بتحب اكتب لنا نحب نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية. واستنى الفيديو الجديد. بس مع السلامة.